هنكمل مع بعض سلسلة اي باي دروب شيبينج. لو انت جديد معانا وما تعرفش ايه هو الدروب شيبينج، فاحنا عملنا كذا فيديو هيعرفوك ايه هو الدروب شيبينج من الصفر. اما لو انت متابع معانا السلسلة فانت اكيد قريت عنوان الفيديو، وايوه تقدر تعمل الرقم ده. وهو بالنسبة لاي باي دروب شيبينج او بالنسبة للتجارة الالكترونية عموما هو مش رقم كبير، انت تقدر تعمل اكتر منه كمان، لكن لازم تعرف السر فين او ازاي تعمل الرقم ده. علشان تعمل مبلغ زي ده انت محتاج، خصوصا على اي باي، لازم تعمل مبيعات كتير. طيب هتعمل مبيعات كتير ازاي؟ انا بشتغل على اي باي دروب شيبينج من 2017، واللي هقوله لك ده خلاصة تجربتي على اي باي. علشان تحقق ارباح زي دي على اي باي انت محتاج تبيع المنتج المناسب في الوقت المناسب. يعني ايه؟ اكتر فترة خلال تجربتي بقدر أعمل فيها مبيعات على اي باي هي الربع الأخير من السنة، أو بيسموه الكيو 4 اللي هو شهر 10 و11 و12، وبيجي بعدهم بقى في شهر 2 ده برضو بيجي فيه مبيعات كتير. طيب ليه؟ اشمعنى الشهور دي؟ زي ما انت شايف، لأن الشهور دي فيها أكتر مناسبات فيها مبيعات خلال السنة. يعني اللي ممكن تعمله من مبيعات في الفترة دي بس ممكن يعادل أو يبقى أكتر كمان من اللي ممكن تعمله خلال السنة كلها. أول حاجة في شهر 10، واحد من أهم المناسبات اللي هتبيع فيها كتير هو الهالوين، ويجي بعديه البلاك فرايداي، يبقى في آخر جمعة في شهر نوفمبر، والكريسماس احتفالاته بتبدأ من 25 ديسمبر، والفالنتاين في شهر فبراير. دول حرفيا اكتر فترة من خلال تجربتي، ومش انا لوحدي، كل اللي اعرفهم بيشتغلوا اي بي دروب شيبينج، حتى مش دروب شيبينج، على اي بي عموما الفترة دي اكتر فترة بيعملوا فيها مبيعات. طيب انا دلوقتي عرفت المعلومات دي، المفروض اعمل ايه؟ احنا بنسجل الفيديو ده حاليا في شهر 8. مبيعات الهالوين بتبدأ من خلال الفترة اللي احنا فيها دي، وممكن كمان يعني لآخر 8 تبدأ وتفضل مستمرة لحد 31 أكتوبر. فأنت لو بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي أنصحك وبشدة تبدأ تنزل منتجات عن الهالوين دلوقتي، وبرضه في نفس الكلام تبدأ بعدها على طول تستعد للبلاك فرايداي وتنزل منتجات ليه، وتبدأ برضو نفس الكلام للكريسماس وبعده على طول للفالنتاين. طيب احنا عرفنا المعلومات دي وكل ده كويس، ازاي بقى نعرف المنتج المناسب؟ احنا عرفنا الوقت المناسب، ازاي بقى نعرف المنتج المناسب؟ هنفتح مع بعض الحساب بتاعنا على اي باي وهندخل على أداة برودكت ريسيرش. الأداة دي مهمة جدا علشان تعرفنا ايه اكتر منتجات بتتباع في الوقت اللي احنا عايزينه. فاحنا هندخل على الأداة دي وهنحدد مثلا من اول 1/9 لحد ممكن نقول لحد نشوف الهالوين، نخليه ممكن نقول لحد يوم 1 نوفمبر. من 1/9 ل1 نوفمبر السنة اللي فاتت. ليه بنعمل كده؟ علشان نعرف السنة اللي فاتت في الوقت ده كان ايه اكتر حاجة بتجيب مبيعات، وده هيفيدنا اننا نختار منتجات عليها طلب، فبكده هنقدر نجيب اعلى مبيعات. هنسيرش مثلا على كلمة هالوين، هنلاقي السنة اللي فاتت من 1/9 2023 لحد 1/11 دي اكتر حاجات بتتباع. هنلاقي مثلا السلسلة دي اتباعت 1833 مرة، بس احنا بندور على حاجات ليها علاقة بالهالوين. فهنلاقي مثلا الإضاءة دي، أي حاجة ليها علاقة بالإضاءة، بالماسكات، بالحاجات اللي هي الرعب والحاجات دي تبع الهالوين. هنلاقي مثلا ماسك زي ده عمل 522 بيعة. طيب مثلا هنشوف هل الماسك ده ممكن نعمل له دروب شيبينج. ندخل على المنتج ده ونشوف.
طيب الماسك ده كان بيتباع ب18.99. طيب هل إحنا بقى نقدر نجيب منتج زي ده بسعر كويس نضيف عليه الربح بتاعنا علشان نعمل مبيعات من الدروب شيبينج؟ طيب هناخد الاسم مايكل مايرز ماسك، ندخل على علي اكسبريس، هنلاقي الماسك ده بأسعار مثلا $8 $7. فمعنى كده ان احنا نقدر نجيب المنتج ده ونعرضه عندنا في الستور، وهو كده كده احنا عرفنا خلاص ان المنتج ده عليه طلب. يعني هو بالرغم من ان هو اوت في ستوك، هو خلصان، ولكن مازال في 79 واحد حاطينه في الكارت. اول ما يتوفر في يبقى ان ستوك، يعني يبقى في كمية تاني، هيجي لهم نوتيفيكيشن وممكن يشتروه. الراجل ده بايع اكتر من 800 قطعة. فده منتج كويس بالنسبة للهالوين. لو كملنا هنلاقي برضو منتجات تاني. فعشان كده أداة برودكت ريسيرش دي هي أداة مهمة جدا تعرفنا ايه اكتر حاجة هتتباع. حتى لو المناسبة دي لسه ما جاتش، نقدر نرجع لها السنة اللي فاتت في نفس الوقت ده ونشوف ايه اكتر حاجة كانت بتتباع. تمام. ده بالنسبة للهالوين. هنلاقي حاجات تاني، لبس مثلا زي سبايدر مان ده. كل الحاجات اللي ليها علاقة بالديكور والديكوريشن دي برضو كل الحاجات دي ممكن نستخدمها. طيب احنا كده فهمنا الفكرة ازاي نستخدم أداة برودكت ريسيرش، وايه اكتر الشهور اللي ممكن نعمل فيها مبيعات. طيب في حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها لو انت شخص مبتدئ في الدروب شيبينج، او ما عدتش على فترة المواسم اللي بيبقى فيها مبيعات كتير زي الهالوين والكريسماس والبلاك فرايداي والحاجات دي. لو انت بتعمل دروب شيبينج من علي اكسبريس، فانت لازم تبقى عارف ان المورد اللي انت بتاخد منه المنتجات دي هو عليه طلب كتير، لان في غيرك كتير بيطلب طلبات. ناس بتعمل دروب شيبينج زيك وناس مشترين عاديين، علشان كده بيبقى في ضغط جامد على الموردين، وده بيؤدي ان هم ما يشحنوش الاوردرات بتاعتك بسرعة، فالاوردرات تطول، وده بيسبب لك انت خسائر. ممكن العميل يطلب ريفند، ممكن يديك تقييم وحش. فانت لازم تختار المورد بتاعك بعناية، لان دي كانت من اسوأ التجارب في فترات المواسم. هي هتجيب لك مبيعات كتير، ولكن لازم تبقى ذكي وتختار المورد بتاعك صح علشان ما يعملكش مشاكل. فانت لو عندك خبرة قبل كده واتعاملت مع موردين قبل كده، خليك مع المورد اللي بيشحن بسرعة. تاني نصيحة، حاول لو تقدر في الفترات بتاعة المواسم في موردين من يونايتد ستيتس، من أمريكا. الموردين دول بيشحنوا أسرع من الموردين بتوع الصين زي علي اكسبريس. يعني مثلا هتلاقي زي أمازون فيها منتجات ممكن نعمل لها دروب شيبينج، بس على العكس هتلاقي مثلا إن المنتجات بتاعة علي اكسبريس تقدر تحط فيها هامش ربح أكبر لأن هي أرخص. بس في نفس الوقت منتجات امازون بالرغم ان هي اغلى لكن هتوصل بسرعة. ولو انت عندك مثلا اكونت امازون برايم، المنتجات دي هتتشحن مجانا، وكمان هتوصل في ممكن خلال يوم واحد. فدي من الحاجات الكويسة جدا. وانا نفسي كنت بتعامل مع موردين كتير من امازون وبرضه من علي اكسبريس، علشان كده لازم تخلي بالك كويس في نقطة الموردين دي. وبس كده، ده كان فيديو صغير عن أداة برودكت ريسيرش وعن أكتر الشهور اللي ممكن تعمل فيها مبيعات. لو عندك أي سؤال سيبه لنا في كومنت، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك. وكمان عملنا جروب على الفيسبوك هننزل عليه محتوى خاص وكمان ترشيحات لمنتجات. هسيب لك لينك الجروب ده في الديسكريبشن.